السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ورمضان كريم وسعيد عليكم يا رب وعلى أمة محمد جميعا، ويجعلها كده أيام جميلة ومفترجة. ووحشتونا والله العظيم قد الدنيا بحالها يا حبايبي. اخيرا صورت يا حاج. والله العظيم وحشتوني ونقف قدام الكاميرا وحشاني قد الدنيا بحالها والله العظيم. الحاجه ديت يا جماعه يا جماعة والله العظيم بقالي أكتر من شهر صوتي كان رايح، فهطلع يا هويت لي بقى شويه نقاء وشويه راحه يا بنتي يا بنتي والله العظيم بجد صوتي كان رايح خالص، فانا بيني يطلع لازم تاخد وقت راحه كده بصراحه، لان يعني والله بتعب بجد، وفي نفس الوقت الروماتيات بقى بقالنا 3 سنين بنصور، واليوم بيبقى التصوير ده مش عايز اقول لكم صعب والله العظيم، واستعدادات وبنقعد ننضف في الحاجه ونعمل في الحاجه. انما لو انا بقى مش بصور فالاكل بيتعمل معايا في مينت كده، ما باخدش منها حاجه وبيتاجل في مينت برضه. اي والله وحشتونا قد الدنيا بحالها. ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب، ورمضان كده سعيد عليكم يا رب، ويجعل الايام كلها سعاده كده عليكم يا رب العالمين. حطوا اللايك اهم حاجه يا حبايب قلبي، شجعوني كده وكبروا القناه عشان انتم مقصرين معايا. التأثير بتاعكم ده اللي ما بيخلينيش اصور كتير، فلما تحطوا له اللايك وتشتركوا كده في القناه وتكتبوا لي كومنتات كتير، ده كله بيساعدني ان انا ايه يعني اعمل فيديوهات اكتر واكتر واكتر. ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب، وما نحرمش منكم ابدا، ويجعل ايامكم كلها سعيده يا رب العالمين. والله كده وتعالوا نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى يا حبايبي، انا هنا بقى بصوا هنا اسمه ايه ده، الفرن بتاعي ده نضفته وظبطته مع نفسي، ورحت جايه حاطه عليه بقى جميع المكسرات اللي عندي. هنا الزبيب ده انا كنت شارياه من فتح الله. فبصوا يا حبايب قلبي، بقول لكم على حاجه، لو هتشتري بحاجه كميه بسيطه بس هاتي نوع نظيف. يعني هناك تلاقي كبير كده، وتلاقي اللي هو اللهم صل على محمد، وتلاقي كبير في الحجم ومش حلو برضه، ويبقى مش يعني. فده النوع ده بسم الله ما شاء الله كان انضف حاجه هناك. جبت كميه بسيطه بس في نفس الوقت حاجه نضيفه. حلو الكلام ده الزبيب. وجبت اللهم بارك ده جوز الهند ده بقى ايه، هاتيه كامل الدسم، في منه خالي الدسم وفي منه وسط وفي منه كامل الدسم. الكامل الدسم ده بيبقى طعمه رهيب، او لو حطيت منه على اي حاجه بيديلها طعم جميل قوي. حلو. وجبت برضو سوداني اهو، ده السوداني. في هناك برضو في فتح الله اللي هو المتكسر خالص ده، اللي تلاقيه متكسر خالص، فيستحسن تجيبيه كده لان التاني ما انتش عارفه مدربين عليه ايه، فتجيبيه كده وايه وتتكسريه انت في البيت براحتك. وعندي هنا اللهم بارك ده عين جمل. انا حطيت شويه هنا لان البرطمان صغير، وعينت الباقي في الديب فريزر. يعني عندي درج كده في الديب فريزر مخصصه للحاجات بتاعت رمضان دي، اي حاجه باقيه عندي من السنه اللي فاتت بحطها فيها. وهنا برضو ايه ده قولوا معايا بندق ولوز. ده بندق ولوز حطاهم مع بعض برضو، مرضتش اكتر في البرطمانات. وده اللهم بارك دوت سحلب بنشربه عادي، ودوت بقى ايه صبي برضو جايبها من فتحة. حلو الكلام. انا حبيت اخصص بس الركن ده لان انتوا عارفين ما بستخدمش الفرن ده، عاملاه خزين يعني، والله من يوم ما اشتريته ما استخدمته، يمكن مره ولا مرتين لاجل الحلفان ما بستخدموش خالص. فحبيت اعمل الفرن ده كده للحاجات دي. واخدين بالكم معايا رشاد بقى يجي يظبطه. هنا بقى الرخامه قاعده بقالي ساعه بشيل في الورق بتاع الرخامه ده لانه بجد رخم وما بيطلعش بسهوله. فده بتاع السنه اللي فاتت كان فوق منه واحده شلتها، اللي هي السمره اللي انا كنت بصور بقى معاكم دي، شلتها واتبقى ده، فمش راضي يطلع خالص، فهضطر ان انا الزق عليه. جبت بقى اهو عشان خاطر بس نلزق كده مع بعض ونعيش الاجواء مع بعضنا. بصوا يا حبايبي، جبت 3 بكرات زي دولت كده بصراحه عليهم عرض حلوه. كنت السنه اللي فاتت شاريها مش عارفه ب40 او 45. دول باين كده باقيين عنده، فهم قال لي ايه خد الواحده ب30. خدت ال3 دولت ب90 جنيه. شايفين اشكال ما شاء الله كلها جميله. فهنلزق معزه يا جماعه، انا حاطاها في الاوضه هنا، والله المستعان ممكن هتبقى معانا طول رمضان بقى هتفطر معانا بدل الديك فالديك ذبحته وهي بقى اللي بقى يعني. المهم شايفين الالوانات بتاعتها ديت برضو جميله قوي، الواناتها حلوه فاتحه. انا عايزه الزق دي بصراحه النهارده، عجباني قوي. ودولت بقى عينهم بقى ايه ما نشوف، ممكن نلزق في الرخام اللي بره كده يعني. حلو الكلام. هات لي يا رشاد البوله دي كده اللي هي الصفرا دي
معايا هنا بقى ده الفول المدشوش او المفصص زي ما بتسموه. انا هبل منه يجي ربع كيلو عشان خاطر اعمل طعميه ان شاء الله باذن الله بالليل بقى. يعني احنا دلوقتي الساعه كام يا مير؟ احنا دلوقتي الساعه 7:15 الصبح، الساعه 7:15 دلوقتي. قلت بقى ايه ابل ده، وان شاء الله باذن الله نعمله فيديو باذن الله مع بعض. حلو الكلام يا حبايب قلبي. معايا اهو، هاخد شويه كده بالوايه من ربع كيلو لان مش عايزه اكتر السنه دي. السنه اللي فاتت كترت وبقي معايا للعيد. كده يجي ربع كيلو اهو. اهو يا حبيبي، انا مش عايزه اكتر بصراحه عشان انا منقياه. انا منقياه قبل ما في البرطمان. البرطمانات ديت عايزه اوريكم والله. البرطمانات انا شاريه البرطمان ده ب10 جنيه، حاطه في واحد فول، وواحد فول من التاني، وواحد فول واللهم بارك العدس الاصفر واللي بجبه قولوا معايا والبقوليات اللوبيا والفاصوليا والبتاع اسمه الايه اللي هو اللي المفروم ده اسمه الايه والكمون. برضو كان جاي لي كمون برضو هنا عندنا في الارياف يا حبايبي. اللي بيزرع كمون بيفرق على الايه على مزرع وكده. فعندي برطمان زي ده برضو كمون، وعندي كزبره ناشفه. يعني واخدين بالكم الحاجات دي كلها بسم الله ما شاء الله بتتعانى عندي في درج من ادراج الفريزر وبتفضل معايا طول السنه بقى براحتك خالص. بتقعد بالسنتين 3 طول ما انت محافظه عليه. يعني ده انا مطلعاه من الفريزر، خدت منه شويه دول هبلهم ونعملهم ان شاء الله باذن الله في فيديو بالليل باذن واحد احد. لان هعملها معاكم بطريقه باذن الله ما حدش عملها قبل كده. حلو الكلام. هنعمل الطعميه المره دي بطريقه روعه باذن الله. اغسلها بقى كويس واحط فيها ميه واسيبها. رشاد شغال لسه اهو بقى مع نفسه. الله يعينه. بصوا الاستيكر ده ما كفاش بصراحه، اللي هو اللي انا جايبه لي ده. فانا عندي الخياميه دي من السنه اللي فاتت فقلت له كمل بقى الحتت اللي هي الباقيه اللي ورا دي كده كده، ونحط فيها حاجات فما تبانش قد كده. الشغل كله بيبقى على الرخامه هنا. فقلت له كمل بقى الخياميه دي لورا. وكان عندي برضو اللي هو الفنانيس دي برضو من السنه اللي فاتت. دول عندي من السنه اللي فاتت بصراحه. فطلعتهم وقلت خدوا الصلب حته بقى الحته الورانيه دي. فبكده خلاص خلصنا الرخام. ايه رايكم يا جماعه؟ الشغل بقى اهو. رمضان يعني. مكتوب ايه بقى؟ فول الصبر جميل. فول الصبر جميل. بس طبعا هجيلكم بالعكس اللي بصور بالكاميرا الاماميه. بصوا بقى يا حبايبي خلاص رشاق كده لزق الرخامه كلها ما شاء الله بقى جميله. تحسسك كده باجواء رمضانيه. بصوا يا حبايبي الكيسه دي بتاعت المعزه دي. بصوا انا معايا شكل الاجواء كلها اهو عشان اللي مش فلاحين يسمعوا بقى الحاجات الجميله دي. ده طبعا عندي بقاله بقاله اكتر من 4 سنين اللي هو الفانوس ده. امسحه كده اهو، امسحه كويس. انا بصراحه معايا ما اشتريتش الزينه السنه دي خالص، ما اشتريتش اي حاجه. كل الحاجه اللي هنا عندي بصراحه من السنه اللي فاتت ومن زمان برضه. يعني ما اشتريتش اي حاجه السنه دي خالص. شاف كان بيقول لي والله تعالى ما اوديكي ان انا شارع هنا في طنطا اسمه شارع يا رشاد اللي فيه الحاجات دي. بدوي. كنت قايل لي على اسمه. والله العظيم يا جماعه الشارع ده كأنكم بصوا يعني في مارينا جدا. نروح نصور مره هناك. رشاد قال لي تعالى اما نروح نصور والله العظيم. بس انا قلت له مش قادره اهو يا حبيبي. ده بقى مسحته كده اهو. ده بقى فانوس. وجبت رشاد كان جايب لي الميداليه دي بس انا لزقتها يعني مكتوب عليها امير. ايه رايكم؟ دي بقى الزينه الكتير دي اللي بعلقها في الصاله بره. دي بتاعت الصاله اللي بره. حلو الكلام. وعندي برضو الفانوس ده اهو. تصدق معادش بيشتغل؟ لا انا بس صغير. كان شغال. ده انا كنت معلقه السنه اللي فاتت هنا كده. بس هعلقه بره بقى المره دي مش عايزه هنا. وعندي بقى العلب بتاعت بتاع اللي اسمها الفرع الكهرباء. عندي علبتين 2، واحده بحطها في الصاله وواحده بحطها هنا. وعندي المفرش ده بحطه على الترابيزه كده اللي بره بتاع الانتريه.
اهو كده حاجة في علبة لا بره، لا لسه مش عندي. مش مشكلة، احنا كده كده بنعلق السمرة هنا اهو يا حبيبي. ده بقى الايه، بسم الله، ما تشوفوا برضه شغال ولا ايه. انا بحافظ عليه بصراحة، يعني ايه كل سنة بخلص واروح جاية ايه مطلعاه لفاه وعيناه. بسم الله بسم الله. طب اللهم بارك، شغال اهو زي الفل ان شاء الله. عشان بقى ايه يجي يلفهولي كده. بصوا بقى يا حبايبي، خلاص خلصنا الفرش كده وتعبنا والله بجد، تعبنا تعبنا تعبنا، لانه يعتبر مسحنا كل حاجه وغسلنا برضو التوابل، علب التوابل لما شايفين ايديها بقت عامله ازاي من الكركم. يلا الله المستعان. دي بقى بوسترات كده كنت شارياها عشان خاطر احطها ايه. بسم الله. وجهك فين يا حبيبي، عينات وجهك. دي كنت شارياها بقى عشان خاطر ايه الحاجه السخنه وكده هطلعها عليها. شارية الاتنين دول بس بكام مش فاكرة والله، لاني شاريهم من فترة. هحط واحد هنا كده على التوابل، يدي منظر كده اهو. ولما عاوزة اطلع الحاجة السخنة اروح جاية شايلاه وحاطاه ساعة التقديم. واحط برضو واحد هنا احط عليه البراد اهو. اكتبولي برضو لو الرخامة زحمة، قولولي يا اميرة ايه خف الحاجات اللي عليها شوية، اكتبولي برضو في الكومنتات كده وقولولي. تعالوا بقى كده ايه اوريكم الجمال بقى ده كله. بصوا يا حبايب قلبي، حطيت هنا الايه الفانوس وحطيت فيه فرع النور من جوه عشان ينور برضو. وهنا طقم التوزيع بتاعي غسلته برضو وحطيته. وهنا طقم التوابل اللي هو الدوار ده اهو، غسلته برضو وحطيته وحطيت عليه اللون الخيوط ده. ايه رايكم؟ وعلبة المناديل بتاعتي وادي البراد. وهنا بقى اي ديكور كده، ابو الهول والاهرامات. والفازة بتاعتي ديت برضو غسلتها دلوقتي وظبطتها اهي. وحطيت هنا برضو الحته دي كانت عندي بقالها فتره وحطيتها معاكم السنه اللي فاتت، لكن هي عندي من زمان برضو، هي الخياميه دي اهي. لزقتها بالدبل فيس، تدي منظر جميل برضو. تعالوا بقى فوق شويه هنا كده، مسكت برضو دي كلها مسحتها. وحبيت برضو احط هنا ديكور الايه اللي قولوا معايا اللي برمه دي كده، تدي منظر. ايه رايكم؟ ايه رايكم في الجمال ده؟ وهنا ده برضو الطبق ده عندي من زمان، بقاله يجي 3 4 سنين برضو بصراحه، ما اشتريتش حاجه خالص بقولكم. ده اهو حطيت فيه كده شويه التفاح اللي بين، ده بيتحط فيه العيش والايه والقرص والحاجات اللي انت بتتسحري بيها. تعالوا بقى هنا على ركن الغساله ده، عامله فيه ايه ده يا اميره؟ هقول لكم عامله فيه ايه. دي الغساله دي عندي يا حبايبي ديت اللي هي الاوتوماتيك، انا مش بستخدمها، هي شغاله وكل حاجه بس انا مش بستخدمها حاليا. فبحط عليها الحاجات اللي انا ايه يعني ايه بحب استخدمها وكده. حتى هنا بقى الجركنين دول كانوا جراكن كاتشب، بس انا بصراحه ما حبيتش طعمه ورحت جايه دلقتهم وغسلتهم حلو بخل وبليمون وظبطتهم من جوه بميه سخنه كده وخليتهم زي الفل بيلمعوا من جوه اهو. هتعملي فيهم ايه يا اميره؟ ممكن اعمل فيهم عصاير في رمضان. واخدين بالكم معايا؟ لو انا رايحه اصلي التراويح ولا حاجه ممكن اخد ايه شويه فيه ولا اي حاجه يعني عادي. هما الجركين دول غسلتهم كويس جدا، قلت برضو نستخدمهم في رمضان. وعند الصينيه دي ما بستغناش عنها في رمضان، دي صينيه الايه الكوبايات ديت، انا غسلاها كلها برضو اهي، برضو للعصاير بتاع رمضان. فحاطه دي هنا تحت استخدامي، الحاجه هنا كلها تحت استخدامي اهي على الايه على الغساله. وديت كلها برضو الايه قولوا معايا
اهو. الشفاشق كلها طلعتها برضو من النيش وغسلتها اهو. كل ده طلعته وغسلته بتاع رمضان كريم. ماشي يا حبايب قلبي. وطبعا الازاز برضه اهو عشان لو حد جالنا ولا اي حاجه تبقى كل حاجه قدام عيني معمول حسابها. طبعا الايه السبرتايه برضه وفوق منها حتى البراد ده. وده التمره مطلعه من الفريزر على قد استخدامي، يعني ده بتاع الايه، ده بتاع البل اللي هو الناشف ده اتبل منه، ده عندي بقاله سنه في الفريزر. انا بقول لكم مخصصه درج في الديب فريزر لاي استخدام اهو. ده ببل منه اغسله كويس وابل منه. وعندي بقى اللي هو بتكسري صيامك بواحده كده اهو. ده لو انت ايه المغرب اذن بتكسري ايه صيامك بواحده اهو. ده انا شاريه كده طريق اهو يا حبيبي. حلو الكلام، حلو الكلام. حبيت ايه، حبيت الغسالة دي برضه استغلها في الايه، في الحاجات اللي انا هقدم فيها وكده. لو رشاد بقى بيبقى موجود بيروح جاي هو ايه سبب العصير عامل كل حاجة هنا وسايب لي الرخامة انا ايه اشتغل عليها براحتي. حلو الكلام، حلو الكلام. تعالوا بقى على المطبخ التاني اهو. بصوا برضه حبيت برضه علقله برضه خيامية من هنا كده داير داير اهو. علقت له هنا الخيامية دي. وهنا برضو بحط فيه برضو ايه توابل، يعني هنا ورق اللوري بحطه ببرطمان كبير شوية. الحاجات دي كلها هنا برضو المعالق بتاعت الايه الكوكتيل اللي هي الحاجات البلاستيك دي لو انا عامله مثلا كوكتيل ولا حاجة. وهنا معالق الشاي اهي. وهنا برضو لو حابه احط ايه جلد عنبيب ولا اي حاجة. بصوا ما برميش حاجة يا حبايب قلبي، ما برميش حاجة بصراحة اهو. عندك الفرن برضو انا وريتهولكم في الاول اهو يا حبايب قلبي. النظام حلو بصراحة. انا المطبخ مروقاه من جوه، غسله المواعين كلها مطلعاها ومسحه المطبخ كله امبارح. كان واقف على الفرش النهارده بصراحه اه. هنا بقى الايه ديت اللهم بارك الحاجات بتاعت اللي انا جايباها من فتح الله، المكرونات لسان العصفور الحاجات دي كلها. دي برضو حبيت اعلقها هنا لان رشاد كسر لي الضلفه الازاز ديت من قيمه كام يوم ها. شايفين المنظر. قمت جايه لازقه الايه بتاعت فؤاد المهندس ديت ايه، قلت تداري لي برضو الضلفه الازاز المكسوره دي. وهنا دي بقى الحاجات اللي انا حطاها للاستخدام، يعني المكرونات الرز البسمتي، السمنه لو انا مثلا هعمل حلويات ولا اي حاجه، الشعريه، الحاجات دي كلها اللي انا استخدمها. انما انا حاطه الحاجات الزياده عن استخدامي حطاها في الديب فريزر بصراحه. يعني حاطه شويه العدس دولت، انما انا حاطه برطمان زي اللي انا وريتهولكم من شويه بتاع الفول ده فيه عدس. وهنا برضو حاطه ده اهو لان مفيش مكان في الفريزر تاني. حطيت فيه الايه اللي قولوا معايا الترمس ده، وحتى واحد فيه شعريه ده بسم الله ما شاء الله. المكرونات واللسان العصفور والحاجات دي كلها برضو الايه الخزين بتاعي. رحت جبت شويه حاجات كده من فتح الله ومعظمها حطيتها في التلاجة بصراحه. وهنا برضو عندي الزيت اهو اهو. ده الزيت. وكنت شاريه برضو من فتح الله ايه الصويا صوص ودبس الرمان اهو. ادي الصويا صوص ودبس الرمان شاريهم برضو من فتح الله. اللذيذه الكبيره بتاع الزيت دي برضو شاريها من فتح الله للايه للاستخدام اهو. وهنا برضو المكرونه اللي قولوا معايا شويه السكر اللي باين عندي، ومع انهم مش هيكفوا رمضان بس ايه ان شاء الله باذن الله نبقى نشتري شويه. الشاي ده يا جماعه انا اول مره اجربه بصراحه. شاي الكابوس ده اول مره اجربه بس تحفه 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 تحفه، يعني رهيب بصراحه، احسن من العروسه الف مره بجد. وحبيت برضو احط الايه المريالة بتاعتي كده اهو. وحطيت برضو الفانوس ده هنا كده. ايه رايكم في الجمال ده. وغطيت الغسالة بتاعتي بقى بايه بالمفرش ده اهو. الغسالة بتاعتي نوعها ايه نوعها تشيبة اهي اهي يا حبيبي توشيبة. انا شاريها يعني من حوالي 5 6 سنين كده ولا حاجة او 5 سنين اه. حبيت برضه احط لها المفرش ده وقلت برضه ايه نحس باجواء رمضانيه كده واحنا في المطبخ في كل حاجه. اللهم بارك بصراحه ما خليتش حته في المطبخ الا لما فرشتها. شايفين المنظر. ايه رايكم في الجمال ده والله تحفه.
اهو. حتى البوتاجاز ما خلصش مني برضو اهو. سكت البوتاجاز برضو. شلت اللزقه بتاعته دي، ورحت جايه برضو حاطه له واحده تانية وفرشه دي. والعين اللي في النص دي انا غطيتها لان مش بستخدمها بصراحه، يعني مش بستخدمها اهو. ظبطت البوتاجاز برضو، غسلته غسله حلوه، قمت جايه فرشاه. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ يا رب الفرش يكون عجبكم، وحطوا اللايكات واكتبوا لي كده في الكومنتات الفرش عجبكم ولا لا. ولو انا مثلا زحمه الرخامه ولا حاجه اكتبوا لي برضو وقولوا لي كده ايه رايكم. ربنا يديمكم في حياتي نعمه يا رب، وما نحرمش منكم ابدا، ودايما كده يا رب. مش عارفه اقول والله العظيم، وحشيني والكاميرا كده هيباها لان مصورتش من زمان. فربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب. اكتبوا لي كده في الكومنتات كل سنه وانت طيبه يا اميره، وربنا يعودها علينا بخير يا رب. ورمضان الجاي يا رب اكون في عمره يا رب. نفسي اطلع عمره بجد يا جماعه والله العظيم، يعني مش عايزه اقول لكم قد ايه. ربنا يكتبها لنا جميعا يا رب العالمين. حطوا اللايك والاشتراك اللي ما اشتركش، ويلا باي باي.